بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم جبرا لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، يا رب العوض الجميل بعد الصبر الطويل. اللهم دربا لا تضيق به الحياة وقلبا لا يزول منه الأمل، يا رب ازرع في قلبي راحة دائمة وأملا لا يغيب. اللهم ارزقني فرحة تعوض قلبي عن كل ما فاتني يا رب العالمين. اللهم ارزق إخوتي الصحة والعافية والفرح والسرور والسعادة أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مساء النور والورد والياسمين والجوري والعنبر. عسلامة اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب العالمين. تلاقوا دون نوفيل فيديو سيغ ما شين. كيما عودتكم حبيباتي نبدو الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. خواتاتي وش حوالكم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. إن شاء الله أولادكم داركم ناسكم كامل يكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. نتلاقوا في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان. فيديو اليوم اللي هو يعني بدأت سلسلة التحضيرات إن شاء الله للشهر الفضيل. ربي إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، وإن شاء الله نكونوا في أتم الصحة والعافية يا رب العالمين. ربي يقدرنا إن شاء الله على الصيام وقيامه وعباداته يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ في الفيديو حبيت نشكركم حبيبتي على الفيديو السابقة، على التعليقات. مش الفيديو السابقة فقط، يعني الفيديوهات كامل. أي أثر تخلوه لي، أي أثر طيب وأي كلمة طيبة، أي دعاء، خاصة الدعاء. ربي يحفظكم ولكم بالمثل. ميرسي بوكو على كل حاجة يعني تبعثوها لي البنات. كلمة، قلب، التفاعل، اللايك، أي شيء. البنات اللي دخلوا معنا جدد في القناة نرحب بهم، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني نورتوا القناة. اللي مازالوا ما اشتركوش في القناة نقول لكم اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. الوغ اللي فيه كما شفتوا في العنوان البنات، قلت لكم راح نبدا اليوم يعني تسمى كل مره أنا ندير حاجه في التحضيرات تاع الشهر الفضيل. اليوم راح ندير معكم الدجاج. بما انه يعني الدجاج الاسعار تاعو راهي منخفضه شوي، قلت جو بروفيت باسكو ديجا ما بقاش وقت. راهي بدات يعني العد التنازلي ويزرب الوقت، يعني بدا يزرب. ما باليش انا الى حاسه انا هك ولا يعني كامل. قاعد نشوف الوقت قاعد يزرب البنات. ديجا اليوم رانا لويت، لا إله إلا الله. البارح بركة كنا في ديسمبر. ربي يطرح البركة برك في الوقت في كل حاجة. قلت لكم اللي فيه بما انه يعني الدجاج الاسعار تاعو راهي منخفضه شوي صفا بارابور الولايات الاخرين، تبسه مازال شوي الاسعار تاعها. كيما نحنا السكالوب هنا دير 58 55، منه يدير 53 50 الف. الدجاج يدير عندنا نحن 30، في الولايات الاخرى انا موقع يدير 26 ولا 27. دونك ما شريتش الدجاج، شريت يعني السكالوب وحده وكويس تاع الكنتاكي، ما شريتش كويس كومبلي باسكو الكنتاكي نحتاجوه ياسر. اون بليس لقيت لو بري تاعو يعني ريزونابل، خلاص البنات يدير 45 الف للكيلو. شريت 2 كيلو، جوني رحمة ربي يديروا لي واحد 3 روبا ولا 2 روبا. قلت لكم مالفا نشري لي يعني الدجاج كامل ولا نشري لي كويس والسكالوب. المره هذه بديت بالسكالوب يعني الكويس كنتاكي. قلت لكم الاسعار راهي ما شاء الله صافا ميو، يعني تقدروا تشروا شويه تبدو تخزنوا الشهر الفضيل. شريت 2 كيلو تاع الكنتاكي وشريت سكالوب ب 200. المره الاولى شريت 200 وزدت كملت شويه تقريبا ب 70 ولا تسمى قريب 300 سكالوب. قلت نبدا شويه ديجاني مخزنه شويه تقريبا واحد الكيلو تاع سكالوب، ماشي حاجه واحد الكيلو ولا مش كيلو وشوي. قلت نبدا ندير مادام انا كنت راح نبدا في تحضيرات اخرى تاع الطماطم تاع مركز ليمون ومركز البرتقال، نخدم شويه يعني المركزات. مي قلت مادام الدجاج ناقص نبدا به ونتهنى منه باسكو على بالكم سبخون دي طون في التنقيه في التنظاف في الاخر. دونك قلت هيا نبروفيتي نبدا به نتهنى منه عفوا. وفي نفس الوقت الاسعار تاعو راهي هابطه البنات. بروفيتو اللي حابه تشري من درك تخزن شويه تنقص عليك. مازلت شهر رويه مات بونك السمانه ولا دي جور ما نحسبوهاش، نقولوا شهر. مازال شهر اللي يعني تبدو ديروا فيه التحضير تاعكم من التخزينات. انا ديجا العام اللي فات الوقت هذا كنت راني ماشيه في التحضيرات. العام هذا شويه ني روطا، ربي قدرني برك ولا حق معليش ندير واش قدرت والشيء اللي قدرني عليه ربي سبحانه. اون توكا قلت لكم بديت بالدجاج. المره اللي فاتت قلت لكم غسلت الفريغو باش نبدا ان شاء الله التخزينات ونحط التخزين تاعنا ولا الفرزانات على نظافه وعلى رتابه فوالا. شريت قلت لكم هادو الكويس تاع الكنتاكي. البنات على بالكم هذا بلك يلحق رمضان الكيلو تاعو يولي ب70 ب75 وما تلقوشو ديسپونيبل يعني عند لي بوشري كامل. باسكو عليه الكنتاكي يقولك ما يمشيلناش ياسر، تلقوا الجزار قليل اللي يبيع فيه
تلقوا بالك واحد ولا زوز اللي يبيع فيه، الباقي يقول لك أنا ما يساعدنيش وما يخرجش عليا، الأول يكون غالي، والثاني يقول لك ما يمشيش وحده، presque la majorité تاع les gens يشروا الكويس كومبلي هذاك بيه باللي لاصق فيه الفخذ، فوالا. سي بوغ سا قلت لكم يعني كي هبط السعر تاعو كي لقيتو 45 قلت نشري، وبربي ان شاء الله نزيد نشري شوي، ومع الدجاج هذاك هو نزيد نكمل شويه دجاج والاخر، باسكو نحنا بوكو بليس البنات ناكلو لي كويس والبلون دو بولي، تسمى انا نشري سا ديبون واش ياكلو دارنا. اني ميم الدجاج يعني كيما لي كرايم ولا الجناح والاخر كاين فيه بيه مواصفات ما شاء الله، مي نشري الحاجه اللي تتطلب وصفات اكثر، كيما البلون بولي في لي كراطان كامل نديرو البلون بولي ولا صدر دجاج. دونك كل وحده كي تشري على حساب عائلتها واش ياكلوا، ولا كل ولادها واش ياكلوا، الحاجه اللي ياكلوها، ماشي تشري دجاج وهما باغ اكزومبل ما ياكلوش الفخاذ، ولا تشري الحاجه اللي راح ياكلوها باش ما ترموش. قلت لكم شريت هذو الكنتاكي وشريت الاسكالوب. الاسكالوب شريته على 58 البنات، او كان يبيع فيه ب55 انا شريته على 58، والكنتاكي يدير 45، يعني جامي شفته هبط البخي هذا صراحة، دائما نلقاه 60 58 65 هكا تاع 45، اول مرة نشري بالبخي هذا. شريت 2 كيلو ان شاء الله بربي ان شاء الله باذن الله نزيد نشري حتى زوز ولا 3 كيلو اخرين، تسمى نخزنهم وبعد نكمل باذن الله. بديت نقي ونسيت وبعد رحت شوطتهم باسكو عليه هذوما البنات عليه شوطت لاني خليهم بالجلده تاعهم. انا عاده الدجاج نقول لكم راني نحيلو لابو هذيك كامل الجلده نحاها ما نسحقهاش، مي طونكو راح نديرو محمر ولا نديرو هكا كنتاكي لوخ نحتاج هذيك لابو ولا الجلده، مادامني نحتاج الجلده دونك نشوطها، لازم تشوطوها كي تستعملوا الجلده تشوطوها هكا كتنحي هذيك هذوك من الشعرات والاخر، يعني اي حاجه تاع وسخ، ميم حتى في النظافه تسهل عليكم التنظيف، شوفوا كيفاه فاسيل مولي ليه يتنحوا. هو ديجا ربي يبارك لك بناتك نشوفوا فيه نظيف يعني ريان عدير، والله شريته ما شاء الله. ديجا نقول لكم ديما الملاحظه هذه كي تجوا تشروا الدجاج قبل ما تشوفوا الاسعار خيروا بوشري يكون نظيف، نظيف اللوندروا تاعو تسمى المحل تاعو يكون نظيف، الفريكوات يكونوا نظاف، الدجاج كيف كي عينيكم ميزانكم، مش عجل مثلا تلقوه نقص 5000 و 3000 تروح تشرو من اي بلاصه. انا نشوف معليش انا نشرو ماذا بينا نشرو الحاجه اللي تساعدنا كامل، مي قبل كلشي نشوفه نظاف كيما شفتوه نظاف ما شاء الله. خيرت كيما هذوك من الكويس كامل تقريبا خيرت، انا نخير ما نكذبش عليكم، انا وجهي صحيح شوفوا عند الخضار والجزار، انا اصلا اي حاجه نخيرها على عيني، مي سورتو هذه تاع الجزار الخضار الديسير نخير كعبه بكعبه ما نحبش. ساعات كاين يعني اصحاب السلع والاخر يقولك ما تخيريش انا اللي نوزنك، خاصه الخضره والديسير، مي انا نحب نخير ما نكذبش عليكم. نحب كل حاجه نشريها على قناعه نشريها مريقله. قلت لكم الكويس شتهم ما شاء الله حتى التنظيف تاعو ما تعبنيش، ليه كملته، ربي يبارك جاتني كميه ما شاء الله. شوفوا 2 كيلو ب90,000 خير من تقربوا رمضان تشروا الكيلو واحد ب70 ولا ب75، الوغ درك راهم يديروا غير 45. قلت لكم بربي ان شاء الله نزيد نشري فوالا. في الاول كنت حطيتهم في جهه البلان دو طرافاي باش نديرهم، وبعد جبتهم للجهه هذه يعني جهه لافابو والليفي باش ننقيهم اليز نغسلهم اليز عليها البنات. كاينه واحد الملاحظه، وهذه المعلومه البنات راني قريتها ديجا وشفتها حتى عند واحد الاطباء، قال لك جامي الا تغسلوا الدجاج يكون حذاه كاينه حاجات باغ اكزومبل كاينه ماعن كاينه ماكله، لازم لي سباس اللي تغسلوا فيه الدجاج تاعكم ولا تنقوا فيه الدجاج تاعكم لازم يكون فارغ لي سباس هذاك، باسكو عليه كاينه بكتيريا لا ترى بالعين المجرده تتنطر كما نقولوا نحنا، تنتشر بلا ما تشوفوها يعني بالمجهر بالميكروسكوب باش تتشاف. دو بريفيرونس من الاحسن انه كي تغسلوا الدجاج تاعكم ولا المهم اي حاجه هكا تاع اللحوم خاصه الدجاج، قال لكم لازم يكون لي سباس تاعكم يكون فارغ ونظيف وما فيه والو. دونك قلت لكم المره الاولى بديت في البلان دو طرافاي، وبعد جيت هنا كيما ليفي فرغتها فيديتها كامل نظفته تري بيان. كاينه ثاني معلومه اخرى البنات واش يقول لكم الدجاج مي تغسل كي تجوا تخزنوه كي تكوني راح طيبوه سور لوكو ثم بعد تغسلي، مي كي تكوني باغ اكزومبل كيما انا راح نخزنو لمده معينه يقول لك الدجاج نقيه برك وديري. انا ما نكذبش عليك انا على بالي بها المعلومه ذي وعندي عليها مده يعني من اللي على بالي، مي ما نقدرش نطبقها على ارض الواقع ما نكذبوش على بعضنا. شكون فينا اللي تقدر تهز الدجاج مش ومغسول تخبيه في الكونجيلاتور؟ شكون فينا؟
بالك 1%، 1% ديرها. أنا واحدة من الناس ما نكذبش عليكم من البنات ممكن ماشي صحية وكذا، بصح والله ما نقدر نعتمد هذه الفكرة تاع نقي الدجاج ونخبيه وبعد نجبدو، وكل واحدة كيفاه. يعني مديت مجرد رأيي، مش نقول لكم اني نالي بارفيت ونعرف كلش وانا هي كل شيء، لا. انا قلت لكم صح المعلومة ذي نعرفها واكيدة منها، لاني سمعت من عند قداه من طبيب انه الدجاج تاعكم ما تنقوشو يعني في بلاصة اللي تكون معمرة هكا شارجي، تكون غير فارغة. وثانيا الدجاج كي تجوا تخزنوه تنقوه فقط ولا تخبوه كيما راهو، كي تجوا طيبوه تغسلوه. انا صراحة والله ما نقدر نديرها البنات، مع احتراماتي اللي يديروا هذه الطريقة، احتراماتي ليكم، لكن ما نقدرش نديرها. كيما شفتوا كملت غسلته بشويه يعني قارص وملح. قالوا لي البنات، كاينه ثاني واحد الاخت في الكومنتير قالت لي صح نرجس الخل راه مش مليح، يعني دو بريفيرونس تغسلي بالملح ولا القارص. دونك هاني درت بنصيحتكم غسلت هنا، ما لقيتش القارص عندي فراغ لي، جبت هذوما لي تخونش اللي مخبيتهم في الكونجيلاتور. يعني رحت شفتوا التخزينات البنات كي نديروهم، يعني نلقوهم يجي نهار ونلقوهم كيما هذو لي تخونش تاع القارص ولا لي غونديل، كنت مخزنتهم. يعني من المره اللي فاتت اللي خدمتهم هاي كيما دركا طحت اون بان، حليت الكونجيلاتور لقيتهم، جبت غسلت بيهم وعقمت بيهم الدجاج تاعي. فوالا كملت الدجاج غسلته ونظفته تري بيان حتى رجع يلمع، هما ديجا نظيف وزدت يعني غسلته بيان. وجي شفتوا هذيك السله الصغيره البنات وش هي، تلقوا في السكالوب الطرف الصغير هذاك اللي زايد من تحت تعرفوه، هذوك كامل نحيتهم. قلت هذوما ندير بيهم لي سوب، ندير فيهم هكا، نديرهم في قراطه هكا تكون حاجه هكا مرحيه. باغ اكزومبل القراطه تاع الشوفلور رخمه تجي ممعوسه، ديروه معاها باش من يعني واللي تخونش الكبار تخليهم لي غوبا. فوالا بعد ما كملته يعني غسلته كامل، جيت نديرو في لي ساك دو كونجيلاسيون ولا لي ساشي دو كونجيلاسيون ونخبي. بالنسبه لطريقه التخزين البنات كل وحده كيفاه. كيما انا باغ اكزومبل كاين دي روبا نستعمل فيهم دو بلون، وكاين روبا نستعمل فيه صدر واحد فقط. دونك نخبي لو بلون باغ اكزومبل كاين ندير فيه زوز دور نخبي زوز، وكاينه مثلا وصفه ندير فيها صدر واحد. ساعات نكون باش نكمل برك ولا نخلط ندير خليط بين مزيج بين الكويس والسكالوب، سا ديبون. دونك نخبي شويه صدوره وحدهم ونخبي شويه مع بعضها. هنا كيف نفس الطريقه. بالنسبه لي كويس نحيت كل شاك روبا واحده، باغ اكزومبل هذه درت فيها ربع، هما نورمالمون كي حسبتهم لقيتهم 14 كويس، تسمى 14 طرونش تاع كنتاكي. لا اله الا الله. باردون لي سوغيت خليت حتى كمل الاذان، برك ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم اجمعين. شوفوا قلت لكم لي سوغيت بالنسبه للتخزين كل واحده وطريقتها. كيما انا شاك روبا نديرها وحده باش كي نجي نجبد تجيني سهله، وكاين يعني اللي نديرهم طروف وحدهم هكاك ساعات نكمل بيهم. بالنسبه للتتبيله ما نديرش، ديما نقولها لكم الملاحظه هذه، جامي نتبل الدجاج وانا راح نكونجليه، نتبلو غير اللي راح نطيبه ولا لو جور ميم اللي راح نطيب فيه الوصفه تاعي. سينو كي نكون راح نخزنو ميم سي راح نخزنو حتى على 3 ايام ما نتبلوش، نخليه كيما راح. كي نجي باش نطيبيه نديرلو التتبيله تاعو ولا كيفاه. فقط هذه خبيته، وبربي ان شاء الله هاني مازلت نزيد ندير تحضيرات اخرى. قلت لكم انا جايه فيديوهات كبيره البنات، يعني ما شاء الله ما طرات ولا فيديو، لاني كيما يقولوا اني قاعده نخدم معاكم ان شاء الله. هي نورمالمون الحوايج هذه نديروهم قبل رمضان بشوي، مي احنا اصحاب يعني القنوات نحاولوا نديروا الحوايج هذه على بكري هكا، نمدوا افكار نحفزوكم، ما نقولكمش اني حتى انا منكم، يعني مني منكم واليكم كيفاش يقولوا. فوالا دونك يعني نشارك معكم هذه الافكار ولا هذه التدابير ولا هذه يعني التحضيرات، اي حاجه اللي تساعدكم نديرها معكم. فوالا كملت بيان سور، جيت هنا غسلت الفي تاعي كامل، لافابو كامل بالجافيل وليزيس هكذا باش نخدموا خدمتنا على نظافه في نفس الوقت تقعد دنيتنا نظيفه. فوالا قلت لكم لي سوغيت بالنسبه للتتبيله ما نتبلش، يعني خليه كيما راه نخبيه برك نخزنه، وبعد كي نجي نطيبو ساهل فقط. سينو لي سوغيت مازالوا كاينين، قلت لكم فيديوهات اخرين فيهم تحضيرات فيهم بون مشتريات ماشي حاجه كبيره، مي بربي ان شاء الله يعني الحاجه اللي نكملها اني نشاركها معاكم. هكذا تهزوا افكار كل واحدة يعني تهز واش ناقصها، خاصة الكرتون رمضان ولا مشتريات يعني المواد الغذائية ولا قضية رمضان. أنا مازالني مع التحدي، مازالني كل مرة نخطف ونرمي في الكرتونة، وخاصة أنه مؤخرا يقول لك السبيرة تحت تغلق. والله عاد كل شيء ممكن في البلاد هذه، مادام بداية العام بداها بالإضراب والآخر والأسعار بدأت تطلع، الواحد عاد يتوقع كل شيء، تسمى ما عادش يقرا لا ماء. اون توكا قلت لكم يعني بربي ان شاء الله نكمل معكم التحضيرات اللي نقدر، اللي نقدر نصورهم كامل نشارك مع خواتاتي
هكذا نحفزوا بعضانا. سينو كاين واحد الطلبات ولا اقتراحات من عند الأخوات، كاين اللي طلبت فقرة سكين كير، كاين اللي طلبت فقرة العناية بالنفس، كل واحدة واش طلبت. بإذن الله البنات صبروني شوية، على بالي راني نمصت وراني باسلة شوية نطول، مي بإذن الله اقتراحاتكم راهي راح ناخذها بعين الاعتبار ونشارك معكم أي حاجة تحبوها. حاجة أخرى لي سوغات، ما تنسوش بركة اللايك. اللي وصلت لهنا ما تنسانيش اللايك، تعليق والبارتاج، بارتاجوا القناة البنات مع حبابكم. قريب ان شاء الله نديروا 12,000 مشترك في القناة. هو العدد قليل بارابور للسنوات، يعني درك راني داخله في العام الثالث، لكن انا جامي ربطت العدد بالقيمة تاع الحاجة. صح العدد ده يفرحني لانه نحس انه الجهد اللي نتعب فيه ولا الحاجة اللي نديرها راهي مادة نتيجة. مي الرقم هذاك ولا العدد ما يعنينيش قد ما تعنيني العباد اللي صح راهم معايا، الناس اللي تحبني اللي راهم معايا. ربي يخليكم ليا ان شاء الله. ما تنسوش تبارطاجوا القناه، تديروا لنا لايك وتعليق شباب. سينو نكون وصلت نهايه الفيديو، نقول لكم دون بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو في رواحكم ياسر ياسر البنات.